تخيل أنك تكون سبب في تفرقة جيران أو خلان، وأنك سبب في شن مشاعر حقد وكراهية. تخيل أنك تكون سبب في فقدان ضحكة شخص، وأنك سبب في حالة اكتئابه وتعبه وقلة نومه وانطفائه. كيف تقدر تكمل حياتك عادي ولا كأنه مسوي شيء؟ فمرعبة فكرة أنك تكون سبب لمشاعر سلبية. فدايما اللي ما تحبه لنفسك لا تحبه لغيرك. راعي مشاعر الناس مثل ما تحب أن يراعوا مشاعرك. ما عرفتك يا غرامي، ما هو انت اللي عشقته، حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأولية.